يعمل أردوغان على توفير ائتمان رخيص لتعزيز النمو الاقتصادي، وقد وضع خطة العمل الاقتصادية لل100 يوم القادمة، وتتجه أنقرة إلى الصين للتغلب على الضغوطات الاقتصادية. وقال أردوغان إن الصين والمكسيك وروسيا والهند سوف تصبح أسواقا للصادرات التركية، وذلك ضمن الخطة الاقتصادية الجديدة. وستعمل الخطة على إصدار سندات بالرمنبي الصيني لإنشاء مشاريع جديدة تشمل البنية التحتية، وتقدر قيمة المشاريع بنحو 9 مليارات دولار. في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية المحتلة من قبل الصين، تزداد سياسة الحكومة الصينية المتمثلة في البلطجة واستمرار سياسة الاستيعاب ضد الإيغور وغيرهم من الأقليات الإسلامية الأخرى، بحيث تجبر الحكومة المحلية الإيغور على تعليق صورة الرئيس الصيني شي جين بينغ في المنازل، وعليهم تعلم أغاني الحزب الأحمر واليمين الشيوعي وقراءتهم في كل يوم، ومن لا يفعل ذلك يتعرض للاعتقال والسجن في مراكز التأهيل والتعليم الثقافي، بحيث يتم تعذيبهم ويتعرضون لعمليات غسيل للدماغ. في 12 من أغسطس وقعت 5 دول مطلة على بحر قزوين اتفاقية بشأن الوضع القانوني لبحر قزوين في أكتاو، وهي كازاخستان وروسيا وأذربيجان وتركمستان وإيران، وستضع الدول الأساس القانوني للتقسيم المستقبلي لموارد النفط والغاز في بحر قزوين. وفي اليوم نفسه وقع الرؤساء ال5 أيضا على 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات النقل والتجارة والاقتصاد ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. في 1 من أغسطس فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير الخارجية التركي ووزير الداخلية بتجميد أصولهم في الولايات المتحدة، ما دفع تركيا للقيام بنفس الأمر وفرض عقوبات على مسؤولين أمريكيين. كما نشر الرئيس الأمريكي ترامب على تويتر أن العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا ليست جيدة، ووافق ترامب على مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم التركي ما بين 20 إلى 50%، وهذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على حلفاء في حلف الناتو، الأمر الذي جعل تركيا تتلقى نفس معاملة روسيا وإيران، ومع ذلك أعربت ألمانيا وإيطاليا عن دعمهما لتركيا.